صباح الخير. النهارده ماما عامله ازيكم الاول. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ماما عامله نشاط جديد، شقلبة البيت 185 درجه، مش 180، عشان خاطر في اكل النهارده. في اكل بس الاول في الترويق. الاول كده الترويج الدولاب بتاعي الدولاب بتاعك انت عامل فيه ايه؟ انا مجنني. اما انا باجي عشان اخد تيشيرت، انزل الدولاب نص الضلفه كله على الارض عشان اطلع التيشيرت انها هلبسه. طب ليه؟ عادي بقى اول لما بشوف ماما بعيدة خلاص اقوم بدخل كله في بعضه. اول ما يشوفني اول ما يشوفني بعيد بيقوم رايح ايه مدخل كل هدوم كده مفعكشه كده ببعضها. قال لي الواد بيخاف. شفتوا بقى محمد ابن العسل هو اللي بيدي معاكم البدايه الايه القمر دي. زي ما هو قال لكم بقى، هو كان مبوظ الدولاب وانا دخلت بفتح لقيته يا لهوي. اتخضيت من منظره. قلت خلاص انا دي تحت دي التيشيرتات كلها بتاعته الكوره بتاعته، ودي بقى هدومه، ودي بناطيله اللي فوق، ودي كده هدومه وبناطيله، وهنا ايه الهدوم الشتوي بتاعتي، واللي تحت خالص كلها دي تيشيرتات الكوره بتاعت محمد. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بقى ايه فرش جديد كده نغير. بقول لكم هحط الطقم الموف ده، واحط معاها ايه الكوفرتات اللي هي إيه الزرقاء دي اللبني دي الزرقاء. هنشقلب بقى الدنيا زي ما محمد باشا قال. هنخلي 185 درجة. زي ما انتم شايفين بقى ننضف بقى الحتة ونغير الفرش ونمسحها. شوفوا بقى انا عملت ايه. انا مسحت العفش ومسحت يعني البتاع ده الشبابيك، ونضفت الدنيا والله. بس كل ده من ورا الكاميرا بقى، مش ايه ما حبيتش اطول معاكم الفيديو عشان ما تزهقوش. اتكلم يا روح. ماما قعدت اليوم كله ما قعدتش، هي قعدت بس على النوم بس. اه والله. انا مش عارفه انتوا عارفين الحته السوداء اللي في الفيديو ده، ما عرفتش اقصها. البت اسماء المفتريه بنت اختي يا جماعه، السمكه الصغننه مسكت التليفون وانا شغاله وما اعرفش عملت فيه ايه. بوظت الدنيا كده. فانا عشان اقص الحته اللي في النص دي الفيديو مش هيجي. فمعلش بقى ما قصيتهاش. هنا بقى زي ما انتم شايفين بقى خلاص بتاع السرير كانت نطفت خلاص. وهرتب هنا كمان. والتراب يا جماعة، مش عارفة التراب ده عاوز مننا ايه. قولوا لي يا جماعة التراب عاوز مننا ايه. دور ارضي متبهدل في التراب زي ما انتم شايفين كده. انتوا عارفين الساعة كام يا محمد؟ تقول لهم الساعة كام؟ الساعة واحدة. الساعة 1 والأستاذ عنده مدرسة الساعة 7 الصبح ولسه صاحي. هنام 5 ساعات ونص. اه هينام 5 ساعات ونص. حاسبها بالظبط. النهارده كان تاني يوم المدرسة اللي هو يوم السبت. محمد طبعا ما راحش. راحت علينا نومة. صحينا الساعة كام؟ 8 إلا ربع. 8 الا ربع. المفروض يكون في المدرسة أصلا 7 ونص. لا، من 7 ونص. هما قايلين مم. كل يوم عاملين شبه الإعدادي، لازم تخش الساعة 7 بالظبط. اه طب نصحى له من الساعة 7 بالظبط. ازاي؟ من الساعة 1 ايه. المهم بقى انا ما عملتش المنبه، ما ظبطتوش، بس ظبطته دلوقتي بقى علشان ايه نصحى الساعة 6 ونص يا جماعة. ما بحبش موسم المدارس ابدا. يا لهوي بحب انام وانتخ. يلا كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحفظهم لنا جميعا ونشوفهم احسن ناس واسعد ناس يا رب. المهم بقى هنا زي ما انتم شايفين بقى خلاص الأوضة بقت زي الفل. مسحت بقى يعني كنست ومسحت وايه وظبطت الدنيا. هنا بقى هنروح فين؟ على الأوضة بتاعتي. طب ليه مفيش تفاعلات في الفيديوهات بتاعت آخر مرة؟ ليه صحيح ما بتتفعلوش معانا ليه؟ ليه الفيديو بتاع اللي ماما كانت منزلاه النهاردة جايب 12 مشاهدة، وبتاع امبارح جايب 12. احنا عاوزين النهاردة ده يجيب 500، عشان خاطر لو جاب 500 ماما هتفرح. يا روح قلبي ابني عايز يفرحني. ربنا يخليك لي يا عمري. خلاص خلاص. المهم يا حبايبي بقى ايه خلاص كده زي ما انتوا بقى شايفين دخلنا بقى الأوضة بتاعتي. إيه شلت بقى المفارش اللي على الإزاز دي ومسحت الإزاز مسحة نظيفة. برضه انا مسحت العفش وفرشت بقى المفارش تاني وحطيت الحاجه عليها. برضه انا مسحت العفش ومسحت كل حاجه من ورا الكاميرا. شوفوا محمد اهو. يا خلاص يا محمد اهو. هنا كان بيتكلم معايا على موضوع محمد صلاح، فاكر يا محمد؟ عالجايزه. زعلان قوي اللي محمد صلاح ما خدش الكرة الذهبية. خلاص يا حبيبي انت تاخدها ان شاء الله. انا كنت عارفة، كنت هو عاوزة. محمد وانت محمد مش فارقه يعني. بس عثمان واحد برضه مسلم اسمه عثمان طيب الحمد ديمبلي. لله الحمد لله. المهم بقى ايه زي ما انتم شايفين. والله العظيم انتوا عارفين الفيديو ده قمر عشان محمد ابني معايا فيه. حبيبتي يا ماما. نورين امك. إيه زي ما انتوا بقى شايفين ايه انا خلاص كده هلم الحاجات اهو. هلم الفرش وهبتدي ايه احط بقى الملايات اهو.
كده. بصوا بقى البتاع دي اسمها ايه، المساند دي اللي اسمها المخدات بتاعتها اسمها ايه، الخداديات دي، المفرش بتاعتها صح. مم. آه، مش لاقياها، ضايعة من زمان، بقالها كام سنة، بقى طارت من فوق من على السطح والنشرة. فبحط بقى ايه حاجات بديلة يعني. ايوه اكياس المخدات، ايوه افتكرت خلاص اكياس المخدات دي. إيه بقول لكم، طارت بقى ولا حاجة من كام سنة من زمان. وانا صغير. اه محمد صغير وانا بحط الحاجات دي بقى. المهم برضه زي ما شايفين هنا كنست وايه ومسحت وظبطت الأوضة بقت زي الفل ازاي. بحب شقتي قوي يا عيال والله بحب شقتي كده وبحب اتفرج عليها بعد ايه، بعد النظافه. هنا بقى هندخل نعمل ايه، نعمل اكل. اولا قبل اي حاجه محمد نساني، انا بهدي الفيديو ده والروتين والاكل لدعاء بنت خالي. دعاء دي هي بصوا بقى يعني سر مستر كيمو زي ما السعادة في بيقولوا. مصر. يا دعاء بيقول عليك سر السعاده في مصر. لا دعاء بنت خالي اكتر واحده مشجعاني، واكتر واحده بتحب فيديوهاتي، واكتر واحده بتحب الروتينات بتاعتي وبتحب اكلي هي مش هنا، ربنا يا رب في السعوديه، ربنا يا رب يحفظها ويحفظ ولادها ويحفظ جوزها يعني وترجع لنا بالسلامه. المهم يا دودو، انا معاك اهو يا دودو، بعمل لك كل الحاجات اللي انت بتحبيها وانا اللي باكلها في الاخر المهم يا جماعه بقى بصوا، انا كان عندي زي ما انتم شايفين شوربه بايته، رز بايت، هعمل عليهم ايه، عايزين طبعا شويه طبيخ. قمت انا قايمه عامله ايه، نقعت شويه فاصوليا اسمها ايه لوبيا، وايه وطبعا حطيتها تتسلق. وجهزت بقى الطماطم، كان الطماطم دي في الفريزر، انتوا عارفين عندي طماطم في الفريزر. وقمت رايحه مطلعاها، وقمت عامله معاها 4 فصوص توم وبصله صغنونه كده صغنونه حلوه اهي. وقوم رايحه ايه، وقوم رايحه بقى مجهزه هعمل بقى التقليه تتعمل. عمل ايه البتاعه دي اسمها ايه، اللوبيا دي ما تستوي اهو. ماما كانت بتضرب في الخلاط، انا كنت لسه داخل من الدرس حالا. كان لسه داخل من الدرس وانا لسه بعمل اللوبيا. انا بموت في اللوبيا، اللوبيا دي من الاكلات اللي انا بعشقها عشق. ابني مجنن، ابني كان بيحب كل الاكل وهو صغير شويه، وكان بياكل اللي انا بطبخه. دلوقتي عاوز على طول نواشف بقى، اجيب لك نواشف منين مش فاهم. يعني بتحب، عايز جلاش، عايز بشاميل، عايز محشي. انتوا عارفين الحاجات بيحب الحاجات التقيله والغاليه لا انا اصلا نفسي اكل. والكريبات ومش عارفه ايه. قول. انا نفسي اكل محشي ورق عنب هعمل لك محشي ورق عنب. صحيح اللحمه ما عادش لحمه بس مش هنعملها بالشوربه يا جماعه. الفيديو الجاي او الفيديو اللي بعده عادي يعني. ماشي شوفوا ابني والله العظيم، العيله يا جماعه والله العظيم ما كانوا بيحبوا ورق العنب، دلوقتي بقى بيعشقوه. ماما طبعا طبخت ورق عنب. طبخت ورق عنب دي يعني حياتي. ماما طبعا طبخة يعني بصراحة مش عاوزة اقول ايه طبعا. طبعا ماما احسن طباخة في العالم. يا روح قلبي. طباخ عارفين الطبخ كده اللي هو بتاع جميل. الطبخ كده اللي بتحسه كده فيه إيه؟ سكر. يا خلاصي طبخي في سكر حياتي. المهم بقى ايه، انا هنا زي ما انتم شايفين بقى اللوبيا كانت هي خلاص اللوبيا كده خلصت معانا اصلا. وهي بقى ايه عماله تفور على على البوتاجاز، انا ما بحبش المنظر ده بقى. انتوا عارفين لو سبتوا البوتاجاز شغال وفي ميه عليه هينشف وهيحرق مكانه، فلازم اول باول كده تنضفوه. هنا بقى كنت قلبت الرز وكنت جبت عليه شويه ميه كده علشان ايه، عشان اسخنه. واللوبيا خلاص الحمد لله، البتاعه دي اسمها ايه، التقليه بتاعت اللوبيا خلاص كانت كده تمام. هروح بقى اعمل ايه، هروح دلوقتي وهغلي بقى الشوربه كمان. هروح دلوقتي بقى ايه، آم، آه، اصفي اللوبيا. اللوبيا، ايوه اصفيها واغسلها. انا اللي افتكرت شدي اه والله الفيديو ده المفروض يجيب ملايين المشاهدات عشان محمد معايا فيه. في فرح بره يا جماعة. في فرح جوه بره فعلا، وعمالين يضربوا بقى نار وحاجات كده. عقبال اولادكم جميعا يا رب. هنا بقى خلاص غسلتها بقى غسيل كويس، وخدت الطبق ده بقى، ده ايه اللي احنا هنتغدى بيه ان شاء الله، او اللي احنا اتغدينا بيه يعني. خلاص كده. الفاصوليا بقى كانت الحمد لله، مع ان الفاصوليا ام عين السودا دي ما بحبهاش والله في الطبيخ، بتبقى بتعذب شويه. انما الحمد لله استوت معايا بسرعه، واول مره يمكن عشان نقعها، لان اسمها اللوبيا مش فاصوليا. هنا بس انتم شايفين فعلا فعلا الطبيخ بتاعي عليه سكر فعلا الطبيخ عليه سكر يا محمد. بحط بقى رشه سكر بسيطه خالص كده على ايه، على اللوبيا او الفاصوليا، عشان يعني ايه
انا مش ادوها قصدي، جمال كده. لا انا مش قصدي ماما بتحط سكر، انا لا. فاهمه، انا اكل جميل. اكلها حلو كده طعم حتى. طعمها حلو. لا طعم حتى، بص كده ده طعم حتى على الاكل، يا سلام. يا سلام. اكلها بيكون حاجه تانية. حياتي. المهم انتوا عارفين بقى مها بنت خالتي من اولها تتصيد لي الاخطاء، وبنتها ندى تقعد تقول انت وابنك عمالين تغنوا على بعض في الفيديو. وصوتي ماشي. كواتي. وصوتك لا، خلاص سيبنا من صوتك واطي دي. هيقعدوا بقى يقولوا لي انت وابنك عمالين تتكلموا، عمالين تدلعوا استنى بعض، استنى. إيه؟ وابنك عمال يقول لك اكلك حلو، وابنك عمال يتكلم. يا مها هقتلك يا مها. كأن ماما هو انت مديه لابنك فلوس عشان خاطر يقول لك على الاكل ده حلو. اذا مع مها انت بدها عشان اكل ماما حلو. لا، مها طباخه. لا مها بنت خالتي بجد يعني يا جماعه، بريمو في الاكل، بريمو. زي ماما. احنا كنا طباخين الحمد لله. المهم خلاص بقى كده، انا قلت ايه، قلت بقى اما اغسل والله العظيم انا مش هغير الفيديو ده على فكره، مش هغير المونتاج بتاعه، مش هغير الكلام، وهنزله كده بطبيعتنا انا ومحمد. احنا الساعه 1 بالليل والدنيا ضلمه واحنا بننام اهوت عشان المدرسه، وقلنا ما نسجل مع بعض، تحس ان احنا رايحين حفله. اه. رايحين حفلة تامر حسني. المهم ايه، خلاص كده بقى قلت اما اغسل ايه معاكم الحله والطبقين اللي هما مش نضاف دول. انتوا عارفين ان انا اصلا بحب طول ما انا واقفه ايه اروق المطبخ حواليا كده عشان ايه حتى لو في يبقى طبق، نضيف. نضيف هتغسله ماما. اه. محمد ابني بيقول لي انت بتقعديش ابدا يا ماما، انت بالذات ما بتصحي لحد ما تنامي كده ما بتقعديش. واحده بتحب البهدله يا جماعه. اتعودت خلاص. اه اتعودت على البهدله. المهم بقى خلاص كده الحمد لله، الاكل كان معانا خلص اهو زي ما احنا شايفين. اه حطيت هنا بقى خلاص البتاع دي اسمها اللوبيا، خلاص كانت استوت معايا، فقمت حاطه لها بقى شويه ملح صغيرين كده، وقمت حاطه شويه فلفل ايه، شويه فلفل اسود. هنا بقى خلاص الاكل كان خلص معانا، شايفين الرز زي القمر ازاي، فله. الرز كان جميل كانك طبخاه، مش كانه بايت. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بغرف، الحمد لله وصلنا للمرحله الحاسمه. انا اصلا ما عرفتش اكل عشان لساني. اه لسانه مبربق، على طول لسانه مبربق، مش عارف ليه، على طول من هو لسه بيبي صغير. افتكر مرة واحنا صغيرين، وهو قصدي صغير، كان عنده ايه 7 شهور كده، لسانه بربق جدا بطريقة صعبة، وقعد بقى ينزل حاجات كده من بقه، وانا كنت زعلانة عشانه قوي، ووديته الاجزخانة. فالدكتور اللي هناك اداني بخاخة كده للسانه. فبعد كده ايه خدت البخاخة، فما شاء الله خف، وانا راح اكشف عليه بقى، كنا بالليل، فرحت تاني يوم اكشف عليه، فالدكتور قال لي مين اللي هتيجي البخاخة، قلت له دكتور صيدلي عندنا، قام قايل لي ممتاز. والحمد لله، بس هو من صغره كده ألبومه يعني. المهم بقى يا جماعة خلاص كده وصلنا للحظة الحاسمة. الأكل طبعا شفتوا منظره عامل ازاي، وكان طعمه زي القمر وجميل، وكلنا واتبسطنا زي ما انتوا شايفين كده. وجبنا خضار بقى وجبنا حادق، جبنا كرنب حادق، وانا بعشق الكرنب الحادق اهو. وروقت مطبخي بقى يا جماعة زي ما انتوا باش اهو تاتا. في سر عاوزه اقوله. قول السر بسرعة. انا بحبش اكل مخلل. اه ابني ما بيحبش الحوادق خالص، خالص، ولا بيحب يشوف الملح قدامه. هنا بقى كنت خلصت، عملت حركة حلوة كده على البوتاجاز تغيير، وعملت نفسي بقى كوباية شاي، هاخد اقعد اشرب. بقول لكم ايه، بقول لكم انا ما بحبش الشاي سخن اهو، بقول لكم كده. انا ما بحبش الشاي سخن، بستنى عليه لما يبرد شويه وبعدين اشربه. وكده يا جماعه الفيديو يكون خلص، واتمنى يعجبكم، واتمنى لايك وشير لمحمد حبيب باي. قلبي. يلا سلام، تصبحوا على خير، باي.